ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب بتكونوا بخير. النهارده ان شاء الله معانا ديزاين جديد، بس هنشتغل على كيك فيك زي ما انتم شايفين كده. دي قطعة فلين. الفلين طبعا ده احنا بنشتريه بالمقاسات. دي كانت مقاسها 16، ارتفاعها 20 سنتي. طبعا بيبقى فيه مقاسات كتيرة جدا، وفي مقاسات بتتعمل مخصوص بالطلب، بس انا اللي كان متوفر عندي كان مقاس 16. زي ما انتم شايفين كده انا كمان شايله جزء بسيط منه عشان الارتفاع بتاعه كان عالي جدا. وزي ما انتم شايفين برضو عجينه السكر انا مظبطاها كده على جزئين، جزء مدور وجزء مستطيل كده نوعا ما، عشان افرده على جنب الكيك. طبعا هي دي كيك فيك زي ما انتم شايفينها. عشان تمسك معاها عجينة السكر لازم ارش الكيك بمية ببخاخة كده، ارش عليها مية عشان تمسك معايا عجينة السكر على الفلين. زي ما انتم شايفين كده هبتدي ان انا اظبطها، وزي ما شفتوا برضو في البداية ان عجينة السكر يا بنات انا بفردها على نشا السي ام سي، بعمل بيها المجسمات بس، ومش كل المجسمات اللي احنا المفروض ننشفها هي بس اللي بنحط لها سي ام سي. زي ما انتم شايفين كده برضو انا بجيب حاجة اضغط بيها على الحروف اللي هي طالعة زيادة دي عشان ما يبقاش فيها فراغات. يعني انا ما رضيتش اقصها بالمقص عشان ما يبقاش فيها فراغات، لكن انا بعملها بالمكوة وسكرابر كده. البلاستيك كمان بيبقى احسن من الستانلس. وبعد كده هشيل الزيادة اللي معايا بقى من تحت، وزي ما انتم شايفين طبعا شلت الزيادة اللي فوق بالمقص، بتشيليها بقطر بسكينة حامية بأي حاجة موجودة عندك. بصوا يا بنات، عايزه اقول لكم كمان البنات اللي هي مبتدئه وعايزه تدرب ايديها على موضوع التزيين، وخايفه ان التزيين بتاعها ما يظبطش على الكيك، وموضوع الممارسه ده هيكلفها كتير، ان هي كل مره تعمل كيك حقيقي، كيك عادي خالص، وهي تبتدي تعمل عليه اشكال وكده، والموضوع يبقى معاها مكلف. بصي بنات، هاتوا كيك هاتوا واحده زي دي. ممكن كمان تجيبي مقاس صغير بس هيبقى بالطلب، ممكن تبقي متفقه مع المكان اللي انت هتجيبي منه يعمل لك حاجه بالطلب مقاس صغير كمان عن كده. بس هي الفكره برضو ان انت الموضوع مش هيبقى مكلف خالص ليكي، ان انت هتجيبي كيكه في اللين زي كده تشتغلي عليها كريمه، وهتمارسي ايديكي فيها، والكريمه كده كده هتشيليها تاني، هتقدري ان انت تشيليها وتتعاملي يعني على الكيك تاني مره تانية وتالتة ورابعه. الموضوع ده هيبقى حلو جدا للبنات اللي عايزه تدرب ايديها، و... وكانها بتدي نفسها كورس بنفسها يعني. منك ان انت بتدربي ايديكي، ومنك ان انت كمان مش هتخسري خامات او مش هتخسري معدات، لان انت اصلا يعتبر انت شغاله على حاجه واحده وبتدربي ايديكي، سواء بقى في الكريمه او في الديزاين او في الاشكال او في عجينه سكر زي كده. الموضوع مش هيبقى مكلف خالص ليكي، فدي فكرة حلوة جدا انا بقترحها للبنات اللي هي عايزة تضرب ايديها كتير، وما يبقاش برضو الموضوع مكلف ليها. هي قطعة الفلين زي دي هتبقى موجودة عندها. الاسعار بقى بصراحة الاسعار بتختلف تماما عن اي مكان انت هتجيبي منه. انا مثلا مقاس 16 دي كنت جايباها ب80 جنيه. فشوفي انت بقى المقاسات اللي انت هتوفريها، او المكان مثلا اللي هيوفرها عندك هتبقى عاملة كام. بعد كده جبت بقى عجينة دي انا حاطه عليها سي ام سي عشان انا محتاجاها ناشفة، عشان انا هعمل هنا فيونكة وعايزاها تبقى واقفة عندي على الكيكة. احنا خلاص هي اسمها كيك معانا في اللين بقى او كيك، هي اسمها كيك معانا. محتاجة ان المجسم يبقى معايا ناشف، وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله الفيونكة ناشفة في ايديا ازاي. غير كده ان انا كمان الاوردر ده مش هسلمه غير تاني يوم، فانا بجهز فيه وهسيبه ينشف براحته وهسلمه تاني يوم. زي ما انتوا شايفين كده انا قصيت كده اجزاء عشان اعمل الفيونكة، بعمل كل جزء لوحده. دي احلى طريقة عملت فيها الفيونكة يا بنات، بتبقى شكلها منظم ومرتب جدا. وهنعمل الجزء التاني زي ما عملنا الاولاني كده يا بنات، بطريقته سهلة جدا، بس انا هسرع بقى الفيديو عشان ما اطولش عليكم. زي ما انتوا شايفين كده ان احنا بنظبط الجزئين بتوع الفيونكة المقاسات بتاعتهم قد بعض، وببتدي ان انا اعمل فيها التجزيعات دي، وابتدي اقص الزيادة عندي بالمقص. هنا انا كنت بشوف حجمها، بختبر حجمها عندي على الكيك، فلقيت حجمها تمام كده هبتدي ان انا اشتغل عليها. خلاص كده عملت زي ما وريتكم في البداية ان دي جزء كده من العجينة انا لفاها كده دايما ما يدور، وهبتدي ان انا اعمل بيها الشكل بتاع الاداة بتاعة عجينة السكر، كأنها يعني التجزيعات بتاعة الفيونكة من النص.
وهجيب عندي عصايه بتاعت خلة اسنان او شيش طاووق، وهبتدي ان انا احطها من جوه كده، وهديها تمسك لي الجنبين ببعض. وزي ما انتوا عارفين برضو انا بحب الزق المجسمات بتاعت عجينة السكر، بلزقها بجيلو تلميع على البارد. ده بيبقى حلو جدا. انا بستخدم ماركة المتحدة. طبعا لو مش متوفر عندك تقدري تستخدمي له بدايل. ممكن لو انت عندك بودرة سي ام سي، تقدري ان انت تحطي شوية مية على بودرة سي ام سي وتسيبيهم شوية، هيعملوا زي مادة جيلاتينية كده، تبتدي ان انت تلزقي بيها. مش موجود عندك تقدري تستخدمي المية بديل ليها. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت عندي الفيونكة، وطبعا عملت لها الجزء اللي هو بتاع الشرايط ده. دي جزء عادي خالص، عجينة نفس العجينة اللي احنا فردناها مع بعض، وابتديت انا اكشكشها واحطها عندي على الكيك. بس للاسف لقيت المقطع ده ما تصورش. وبعد كده الفراشات زي ما انتوا شايفينها انا حطاها على واير. دي سلوك، انا بقول لكم السلوك دي انا جايباها من عند موان، مش جايباها من عند حد بتاع ادوات حلواني خالص او مستلزمات حلواني. ما لقيتهاش غير عند الموان بصراحة. كمية بسيطة، يعني انا فاكرة ان هي كنت جايبة حوالي 30 جنيه، والكمية بتاعتها حلوة جدا. سعرها بسيط جدا والكمية بتاعتها حلوة قوي. وزي ما انتوا شايفين برضو انا بلزقها عندي على الواير دوت. لازم يكون جنبي شمع، زي ما انتوا شايفين معايا هنا الشمع. ببتدي ان انا احط حاجة بسيطة على الفراشة واحطها على الواير على طول والزقها. بيبقى شكلها زي ما انتوا شايفينها كأنها طايرة كده، والواير او السلوك بتاعت الواير ده ما بتبقاش باينة اصلا. هنا بقى حبيت اعمل اصلا الاجزاء دي كده بحاجة بسيطة من عجين السكر، وكنت بدخلها عندي الميكروويف عشان تسيح معايا، واعرف ان انا اشدها يديني شكل عشوائي كده، لان الديزاين ده اصلا كان كريمة. فعشان انا اعمل التجزيعات دي فلازم ان انا كنت اسيح العجينة في الميكروويف عشان اشدها كده تديني جزء بتاع تجزيع، ما يبقاش شكلها مرتب كده ومنظم. انا مش عايزة الشكل ده، انا عايزاها شكلها عشوائي. وزي ما انتوا شايفين برضو انا لزقت اللولي كده، لزقته بجيلو تلميع. والسبرينكل الصغير دوت انا برضو لزقاه بمية زي ما انتوا شايفين كده. بستخدم الفرشة مبلولة مية، وببتدي ان انا احطها واحط عليها السبرينكل. وطبعا بعد ما نخلص الديزاين خالص بنشوف بقى لو في حاجة فيها نشا نقدر ان احنا نفردها بالفرشة، وطبعا الفرشة بتاعتنا تكون ناشفة. عايزة اقول لكم ان الديزاين كان عاجبني جدا من غير التوبر بتاع هابي بيرث داي. حسيتها من غير التوبر كانت رقيقة جدا وكان شكلها احلى بكتير، بس طبعا ده كان طلب الكلاينت وكان لازم اعمل نفس الطلب بتاعه. فيا رب لو فيديو النهارده عجبكم هستنى رأيكم تحت في التعليقات كالعادة. ما تنسوش تدوسوا لايك. اشوفكم فيديو جديد. باي باي.